احفظي الوصفة دي عندك للعيد، لان من جمالها مش هتبطلي تعملي اللحمة الا بيها. فتعالوا النهاردة نعمل وصفة لحمة سهلة وسريعة، طعمها حلو قوي، بتدوب في البق بصوص رهيب. لايك وشير لو عجبكم الفيديو، وصلوا على رسول الله عليه افضل الصلاة والسلام. وتعالى نسمي بسم الله ونبدأ في الوصفة بتاعتنا. اول حاجة عندي هنا طاسة على النار، سبتها سخنت كويس ونزلت بقطعتين من اللية، معلقتين كبار من السمنة، نزلنا بورقتين من الورق اللورة، وهسيبهم على نار عالية لحد لما السمنة تسخن كويس قوي. هنا عندي اللحمة اللي مستعملاها لحمة شرايح، بس الشريحة بتاعتها سميكة ما هياش رقيقة. ممكن كمان تعمليها بلحمة قطع لو انت حابة. بسيبهم كده على نار عالية لحد لما ياخدوا اللون من الجنب الاولاني او الوش الاولاني، ببدأ اقلبهم على الوش التاني وهكذا. طبعا بلاقي اللحمة بدأت تكش معايا، ببدأ كده احركها على جنب وابدأ احط قطعة كمان تتحمر معايا. وطبعا بعد ما بياخدوا اللون على الجنب التاني برجع اقلبهم على الجنب الاولاني، بديلهم كذا قلبة عشان ياخدوا لون معايا. بصوا اللون اللي انتوا شايفينه ده، اللون الاحمر الحلو ده، عشان يعمل معاكي صوص طعمه جميل. طبعا لو عاملة كمية ببدأ اركن اللحمة كده فوق بعضيها في نفس الطاسة، وببدأ احط اللحمة لحد لما احمر الكمية اللي معايا. بعد ما اتحمرت كويس قوي، عندي هنا بصلتين وسط مقطعاهم تقطيعة كبيرة نزلت بيهم. لو حابة تزودي كمية الصوص انزلي ببصلة كمان، او انزلي ببصلتين كبار. هبدأ كده ادي تشويحة للبصل مع اللحمة، وبعد كده هبدأ انزل بالتوابل. التوابل اللي عندنا هنا سهلة وبسيطة، عندي هنا كزبرة ناشفة، فلفل اسود، عندي شطة ودي اختياري بس طعمها حلو قوي وهي مشطشطة. طبعا هرجع ادي تشويحة كده للحمة مع التوابل والبصل، وعلى طول ببدأ انزل بالمية المغلية. بصوا اللحمة البصل هنا اخد طبعا من لون اللحمة. هنا المية لازم تكون معاكي مغلية عشان ما تأخرش معاكي تسوية اللحمة بعد التشويحة اللي انتي اديتيها للحمة. طبعا دلوقتي بعد ما غلت معايا كده بغطي عليها، بهدي النار على الاخر، بسيب اللحمة لحد لما تستوي معايا تماما. لو حسيتي ان اللحمة لسه ما استوتش والمية منها نشفت، ارجعي زوديها، بس زوديها مية مغلية عشان ما تأخرش تسوية اللحمة. بس كده. طبعا هنا كانت طبعا استوت معايا تماما اللحمة زي ما انتوا شايفين كده. دلوقتي طبعا هبدأ اضيف لها الخضار. عندي طبعا طماطمتين كبار مقطعاهم شرايح سميكة، وعندي هنا فلفل اخضر وفلفل احمر. لو حابة تزودي كمان كمية الصوص بالطماطم والفلفل عادي. بس كده بحطهم كده على الوش، وبرجع انزل بحبة من الملح لان احنا اساسا ما نزلناش الملح مع اللحمة. فانت بتبداي تظبطي الملح بتاع اللحمة. نزلت بنص معلقة كبيرة على كيلو من اللحمة. هبدأ كده اديها تقليبة، وبعد كده بهدي النار على الاخر واغطي عليها، واسيب معايا الطماطم والفلفل لحد لما يتبلوا معايا ويدوني صوص جميل. بصوا بقى اللحمة معايا استوت، طعمها حلو قوي. الوصفة دي تنفع في الافراح، تنفع تعملي اللحمة قطع، تحطيها في حلة كبيرة مع سمنة وورق لورا، وتبدأي تشوحيها كويس قوي لحد لما تاخد لون دهبي غامق زي ما شفتوا كده. وبعد كده تبدأي تزوديها مية مغلية وتسويها لو انت حابة. ممكن تنفع في المصايف تعمليها سندوتشات للأولاد مشبعة وطعمها حلو قوي. يعني الوصفة دي من جمالها مش هتبطلي تعملي اللحمة إلا بيها. أتمنى بجد وصفة النهاردة تكون عجبتكم وتجربوها وتقولولي على رأيكم فيها. لايك وشير لو عجبكم الفيديو، صلوا على رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام. واستنوني في وصفات جاية كتير بإذن الله، وصفات للعيد وصفات للمصايف جميلة جدا. أشوفكم على خير في وصفة جديدة.